يلا يا حلوين علشان نجهز مع بعض الاكل القمر ده اللي تعبنا فيه جدا امبارح وقعدنا فيه لحد الصبح. يلا بقى بصوا الشكل في الاخر. لا التعب اللي تعبناه بعد ما نخلص ونشوف الجمال ده كله، يعني بصوا ينسينا اي تعب والله. بصوا ما شاء الله. يلا بينا. يا مساء الخير على احلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من امبارح. بس كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى سعيد عليكم. جهزنا مع بعض في الفيديو اللي فات او الفيديو بتاع امبارح الاكل القمر ده مع بعضينا، وقلت لكم بقى هنكمل بكره ان شاء الله على الفطار. النهارده وقفه عرفات. يا رب ان شاء الله باذن الله كده كلنا نكون مع بعضينا السنه الجايه على جبل عرفات ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى عاملين ايه. اللي ما حضرش معايا امبارح الفيديو او اللي ما شافش هقول لكم احنا عملنا ايه امبارح. بصوا عملنا بصوا فشه، وعملنا لا فين اهي، وعملنا الكرشه. بص انا حطيتها على النار عشان اكمل بقى احط عليها البصل والطماطم. هي خلاص مستويه، كل الاكل جاهز. وعملنا الممبار القمر دوت. وشفت الممباريه المقلبظه الكبيره قوي دي؟ بجد اول مره اجيب ممبار ويطلع قلبوزه جدا جدا كده، فعملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وعملنا كمان لحمه راس، ولسه هنغليها. سوري بقى على المنظر الدهون. وعملنا اللسان يا جماعه، انا لسه بقطع منه اهوت، قلت اوريكم. بصوا شكل اللسان تحفه يا جماعه. بصوا طعمه يعني اللي ما جربهوش فايته كتير. بصوا لحمه عامل زي اللحمه البارده بالظبط، وجميل جدا. واحنا سويناه امبارح في الفيديو. وعملت المحشي وسويته، وسامحوني كمان لانه غالبا اتاكل نصه. عندي بقى الاولاد صغيرين مش صايمين او البنات صغيرين مش صايمين، فما شاء الله يعني بصوا شكله يفتح النفس ما شاء الله. انا عايزه ادوق وانا كمان، اللهم اني صائمه. فيلا بقى نجهز مع بعضينا كده سريع سريع. هي على النار اهي. هقول لكم هعمل ايه. هنقطع هكمل تقطيع اللسان بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وكمان الفشه بنفس الطريقه، وارجع لكم. قطعت اللسان كله. بصوا حابه اوريكم بس القمر ما شاء الله جميل قوي. بصوا عامل ازاي، عامل زي اللحمه البارده بالظبط. قطعت كمان الفشه. عايزه اقول لكم بصوا قمر هي كمان ازاي جميله. بصوا عامله ازاي مدهننه بس معلش بقى. لكن ما شاء الله جميله قوي ازاي، طعمها ولا اروع. بس انا حاسه ان دي كبيره صح، ما اقطعها المفروض نصين تاني، اقطعها تاني. عايزه اقول لكم ان الاكل ده ان شاء الله احنا هنعمله دلوقتي بطريقه بسيطه. يعني احنا هنشوح كده بس في السمنه البلدي وناكل بقى بالعيش وكده. لكن احنا في طرق تانية، في طرق تانية مختلفه ان شاء الله بقى مره تانية، لان انا اكيد مش هعمل الكميه دي كلها. انا هعمل الاكل ان شاء الله على مرتين. قطعت كمان قطعه لحمه الراس، طلعتها من الشوربه وقطعتها. بصوا القمر بجد. بصوا يعني شكلها عامل ازاي يا جماعه. جميله قوي. اللي ما بياكلش لحمه الراس برضو فايته كتير. يا اما اكلتوا الحاجات دي من عند جزار مثلا مش يعني مش كويس، مش موثوق فيه، لا جربوا الحاجات دي من حد نظيف، بجد جميله جدا. ريحه اللحمه والشوربه رهيبه رهيبه. بصوا الجمال. خلاص بقى دي الايه الكرشه بتاعتنا. بصوا عامله زي الزبده جميله وقمر. طبعا في ناس بتعملها بالصلصه، يعني تحط بقى نحط بصل ونحط طماطم متسبكه عليها زي ما هي كده وثوم والكلام ده كله. بس انا مش هعمل حاجات كتير، يعني انا هاكلها خفيف خفيف كده. بصوا هحط شويه بصل، شويه مش كتير كده، وهحط كمان ثوم، وهقطع طماطمايه. وممكن يعني مش اكيد احط معلقه معجون طماطم، ممكن مش اكيد. بس وبتتغمس بالعيش وبتبقى قمر. دي كده حاجه بسيطه خالص. في طرق تانية بس انا بعمل حاجات بحاول بقدر الامكان اخلي الحاجه يعني ايه، فاهمني؟ خفيفه شويه، لان صلصه بقى وحمص وكده هتبقى تقيله. عايزه بقى في وقت تاني ما تكون لوحدها ولا حاجه مع شويه رز كده ولا عيش وبس، ما يكونش معاها بقى حاجات تانية. ودي بقى اللقطة الأخيرة قبل ما خلاص نجهز الأكل مع بعضينا. بصوا اللسان أنا حطيته كله هنا، لأن زي ما قلت لكم أنا مش هعمل الأكل كله، أنا هاخد على قد على قدنا دلوقتي، على قد الفطار. وادي الفشة والكرشه اهي. زي ما قلت لكم حطيت بصل وطماطم وحته توم صغنونه، ملح وفلفل وكمون، بس ما حطيتش اكتر من كده. بصوا القمر تحفه يا جماعه تحفه. بصوا هي اصلا بصوا بقت لونها احمر من الطماطميه الكبيره اللي انا حطيتها.
وكمان رجعت بقى اللحمه هنا في الشوربه، وبرده هم مش عايزين ياكلوها مسلوقه، فبرده هشوح كل بقى الحاجات دي، هروح اشوحها واحمر الممبار القمر دوت، واسخن المحشي لانه برد، او بواقي المحشي الشويه الصغننين اللي اتبقوا دول، وبس كده. واوريكم بقى في الاخر. خلصت خلاص، بصوا خلصت، انا غرفت وخلصت باقي الايه، وحمرت كمان الممبار. شايفين الاكل اللي اتبقى قد ايه؟ كل ده اتبقى اهو. حتى دي بصوا دي لحمه راس، اما دي اللسان. انا بقى مستنيه الحلوه دي وهي خلاص. خلصت وغرفت. انا عايزه اوريكم ليه بوريكم ان انا باقي اكل كتير، عشان اوريكم ان الاكل في البيت موفر جدا. علشان في بنوتات كتير قالت انا بشتري الاكل عشان اعمله في البيت بيكلفني زيه زي بره. هو كلفك زيه زي بره، بس مش هتاكليه كله مره واحده، لا انت ممكن تاكليه على مرتين وعلى ثلاثه، فاهميني؟ انما الاكل بره غير ان هو انت مش ضامنه نظافته، هو غالي جدا، وبتاكلي مره واحده ممكن تاكلي اصلا ما تشبعيش، على ما تروحي تكوني جوعتي تاني. انما شايفين ما شاء الله الخير لما بيكون في البيت بيبقى احسن بكتير. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى؟ بصوا الجمال ما شاء الله، الله اكبر يعني. تعالوا بقى كلوا معانا. بصوا ادي اهي، بصوا دي لحمه الراس زي ما بنجيبها من بره بالظبط. انا عملت كل الاكل زي ما بنجيبه من بره، ما قعدتش اعمل بقى كله ببصل وطماطم وكده، لا لا لا، انا بصوا زي ما بنجيبه من المصمت بالظبط. وادي اهي الفشه. شايفين الجمدان يا جماعه؟ ايه ده، بسم الله ما شاء الله. الاكله دي بصوا يعني عندي اساسي من زمان، بابا الله يرحمه كان دايما بيعملها لنا، وانا اتعودت زيه وبعملها لجوزي واولادي. اللسان بصوا الجمال. وادي هي القمر اللي كنا مستنيينها تسخن ومش عايزينها تبرد. وادي المحشي شويه صغننين كده على القد بقى، عشان الاكل ده اصلا ممكن ما يتاكلش كله. وادي الممبار القمر، وبصوا صوت الخرفشه يعني مش قادره اقول لكم. بصوا سامعين؟ بصوا عامل ازاي ما شاء الله. ودي بقى كان الفطار بتاعنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين، يا رب كده عيد سعيد عليكم وعلى اسرتكم وكل حبايبكم يا رب. ودايما كده كل متابعين الحلوين اشوفكم مبسوطين وسعداء ان شاء الله. ما تنسونيش بقى بلايك وشير واشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني، وكومنت حلو كده وقمر زيكم. واشوفكم بقى على خير، واقول لكم دلوقتي ايه، باي السلامة. باي باي. مع السلامه وباي باي.